قال أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج اللعيب: من الموسم المقبل نادي الزمالك هيتمسك بتطبيق اللائحة على الجميع، كل الفرق سواسية، نادي الزمالك هيلعب في الإسماعيلية يبقى كل المنافسين يلعبوا في الإسماعيلية. وأضاف: نادي الزمالك بيعرف ياخد حقه كويس. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ لا، من ناحية ان نادي الزمالك يعرف ياخد حقه كويس دي فانا ما عنديش اي شك في الموضوع ده. طول عمر نادي الزمالك بيعرف ياخد حقه واللي مش حقه كمان. ولولا ان موضوع ان الاهلي يلعب في اسماعيليه ده كان في ايد الامن ومش في ايد اتحاد الكره او الرابطه مثلا، كان زمان الاهلي لعب في اسماعيليه من زمان ومحدش عارف كان ممكن ايه اللي يحصل من الجماهير وقتها. ايه القرف ده؟ ثم لحظه واحده، انتوا في ايه ولا في ايه؟ احنا مش قلنا ان في مصالحه وان الاهلي زار الزمالك وان انتوا عايزين تزوروا الاهلي؟ لازمه الكلام ده ايه بقى في الوقت ده؟ مش لازم تدخلوا الاهلي في جمله مفيده يا جماعه. انت مالك دلوقتي الاهلي بيلعب في اسماعيليه ولا لا؟ انت خلي عندك موقف وقول زي السوشيال ميديا الزمالك كلها اللي دايره دلوقتي ان الزمالك ما ينفعش يلعب في اسماعيليه بسبب اللي حصل في مباراه الزمالك والاسماعيلي. قول زيهم، قول حصل حاجات مش لطيفه من جمهور الاسماعيلي وده يخوفنا على فريقنا وجمهورنا في المستقبل مثلا، فبنطالب ان احنا ما نلعبش في اسماعيليه. مش تقول لي مش هلعب في اسماعيليه الا لو الاهلي لعب في اسماعيليه. استغفر الله العظيم يا رب. وبعدين لحظه واحده، انت كل همك اشمعنى اللي انتوا عايشين عليها؟ اشمعنى الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه؟ يعني مش همك ان جمهورك ممكن يحصل له حاجه هناك وكل همك ان يبقى زيك زي النادي الاهلي؟ احنا عن نفسنا مش عايزين الزمالك يلعب في اسماعيليه فعلا. اولا عشان تعانوا زي ما احنا ما بنعاني للسفر لبرج العرب مرتين في الموسم في مباراه الاسماعيلي، وانتوا كنتوا بتلعبوا مباراه على ارضكم ومباراه في اسماعيليه جنبكم فرده كعب. ثانيا بقى وده الاهم بالنسبه لي هو الخوف على جماهير الزمالك لما تروح الاسماعيليه، وده لاننا بنتمنى السلامه لكل الجماهير المصريه، ولا عايزين جمهور الزمالك يجرى له حاجه ولا جمهور حتى الاسماعيلي يجرى له حاجه. احنا كلنا مصريين، وحتى لو في شباب طايش وملعوب في دماغه هم كمان ما نتمنى لهمش الضرر، لا نتمنى ان احنا نمنع الضرر من البدايه. يعني يا جماعه الوقايه خير من العلاج. قبل ما تحصل كارثه ثانيه بعد الشر، لا شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. ولا الاهلي يلعب في اسماعيليه ولا الزمالك كمان، ولا الاسماعيلي يلعب الزمالك في القاهره كمان. لان شايف على السوشيال ميديا الزملكاويه جماهير الزمالك بتتوعد الاسماعيلاويه لما يجوا القاهره، واحنا زي ما قلنا مش عايزين كارثه تاني. ده كان الشق الاول من العلاج. الشق الثاني بقى ان احنا نحاول نصلح بين كل الجماهير، وده هيحصل من مجالس ادارات الانديه ومن الاعلام، والاعلام الاهم من وجهه نظري، لاني شايف ان هو السبب اساسا في الاحتقان اللي احنا فيه ده. انما اللي انت بتعمله وبتقوله ده ضيع معنى العلاقات الجديده اللي المفروض بين الناديين. حضرتك عندك حق. انا اول واحد كنت بقول ان لازم الاهلي يروح يلعب في الاسماعيلي. لا الاهلي ما ينفعش يروح يلعب في الاسماعيلي. لا الاهلي ما ينفعش يروح يلعب في الاسماعيلي لو ما سيطرتش على الجمهور وسيطرت على العيال دي وعلى اللجان الالكترونيه. انا كراجل زملكاوي بقول لكم مش عايز الاهلي يروح يلعب في الاسماعيلي، وانا ضد، لان الاهلي لو راح يلعب في الاسماعيليه هتحصل مصيبه. بقول لك وانا ضد النادي الاهلي يروح يلعب في الاسماعيليه، وانا ضد الكلام ده اصلا. حفاظا على ارواح الناس هتموت طبعا، الكره هتقف. يا حبيب ماما، وانت عرفت تقطع قلبي بسرعه ازاي كده؟ ايه يا ميدو الاداء ده؟ لا عالمي الصراحه. يعني دلوقتي يا عم ميدو اقتنعت ان في مشكله فعلا وان في خطوره على الاهلي وجماهيره من اللعب في اسماعيليه. بقالنا سنين بنهاتي وبنرد على اثارتكم للموضوع ده، ودلوقتي عشان هتاف جماهير ولافته مكتوب عليها الفارس الكذاب حسيتوا بالخطر اللي بيتعرض ليه الاهلي وجماهيره على طول. المصيبه يا جماعه ان ميدو دلوقتي بيتكلم وبكل براءه بيقول لك لا يا جماعه الاهلي ما ينفعش يلعب في اسماعيليه، اللعيبه ممكن تموت، الكره هتقف. مش واخد باله ان له دور كبير قوي زيه زي الاعلام الاسود اللي كان عمال ينفخ في النار السنين اللي فاتت. يعني مثلا في اغسطس 2021 ميدو عمل لنا تويته ظريفه وما جابش فيها كمان سيره الاهلي يا سيدي، بس تعالوا نشوف كان كاتب فيها ايه. رجاله الزمالك بتروح اسماعيليه وهتكسب هناك ان شاء الله. واخد بالك؟ ومنتقل الخط على رجاله الزمالك وبيقول لك بتروح الاسماعيليه. اعتقد مفيش معنيين للكلام ده يا ميدو، ومش بس التويتات، لا انا هجيب لك حاجه بسيطه من اللي كان بيقوله دايما. اسمع كده. يوم 11 الاهلي والاسماعيلي في اسكندريه، برضو من ضمن عجائب الدنيا السبع اللي انا مش فاهمها، الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه؟ يعني الاهلي ليه ما بيروحش يلعب الاسماعيلي في اسماعيليه؟ برضو حاجه بالنسبه لي انا مش فاهم بعد مرور سنوات وسنوات. ماشي الاهلي ما بيلعبش في بورسعيد، عارفين ان في مشكله في بورسعيد وبتاع، انما الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه؟ ما هو ده برضو لازم احنا حد يطلع لك فيديو اصل فيديو بيقول كده زملكاوي، لا زملكاوي، بس انا بقول لك ان لازم يبقى في عداله. زي ما الفرق كلها بتروح تسافر تلعب في اسماعيليه، بتلعب ماتش صعب الاسماعيلي في اسماعيليه، ليه الاهلي عنده يعني البريفليج ان هو او اللي عنده الحلاوه بتاعت الدنيا ان هو ما بيقدرش يلعب في اسماعيليه؟ مش قادر افهمها برضه. يعني مخي في حاجات بحاول افهمها وفي حاجات في الكوره في مصر ما بفهمهاش نهائي. وفهمتها دلوقتي يا ميدو؟ لا بجد استوعبت الموقف فعلا. انت عبيط يا اسطى. يعني انت دلوقتي يا ميدو عشان بانر مكتوب عليه الفارس الكذاب وشويه هتافات جماهير غيرت رايك بالشكل اللي احنا شفناه ده، ومنظر زي ده ما خلاكش تحس ان اللي حصل في بورسعيد كان ممكن يحصل اكتر منه بمراحل كتير قوي في اسماعيليه. المنظر اللي انت شايفه ده شيء عادي بالنسبه لك، تكسير كراسي المدرجات وحدفها على اللعيبه والجهاز الفني، ده غير اللي كان بيحصل للجماهير بره اللي كانوا بيدخلوا الاسماعيليه اساسا بعربيات مدرعه. وموقف زي اللي حصل من جماهير الاسماعيلي في اسماعيليه لما خرجوا عن نطاق كره القدم تماما وتشجيع كره القدم وحتى كمان العصبيه في المدرجات.
المدرجات ويوصل بيهم التعصب والعنف انهم يتعدوا على ممتلكات الغير بالشكل ده. زالت اعلانات شركه اتصالات مصر راعي الجهلي من الاسماعيليه بيقول لك شعبيتنا في كل حته وهم مش عارفين يخشوها اصلا بتوع الدواعي المهلبيه وبيروحوا كذا حته اللي يتضربوا فيها واللي يرجعوا في عربيه الترحيلات من كتر ما الناس مش طايقه فسادهم. ما الاسماعيليه ما يخشهاش غير الرجاله بس، هم حارقينكم قوي عشان مضيعين عليكم دورين ورا بعض وماتش 6-1 حتى شالوا الدوري في الاخر وعلموا عليكم وياما معلمين عليكم بالاربعات في الدوري والكاس وافريقيا وابطال العرب كمان. شايفين التعصب؟ وسيبك من بتاع البليله اللي بيتكلم ده، زمانه بيقول دلوقتي الزمالك ما ينفعش يلعب في اسماعيليه. انا بتكلم على اللي بيزيلوا يافطه اتصالات دول. شايفين وصلت لحد فين؟ ومش بس كده، انا عايزك تتخيل معايا كده وانت كنت بتقول الاهلي ما بيلعبش ليه في اسماعيليه، لما جمهور الاسماعيلي في مباراه الاهلي مش طرف فيها وكانوا في استاد الاهلي والسلام ويسرقوا البانر بتاع جماهير الاهلي اللي كان متعلق في المدرجات زي ما انتم شفتوا، وبعدها بكل فخر يتصوروا بيه في اسماعيليه بعد ما سرقوه. يعني حراميه وفخورين قوي كمان. سؤال، اين حمرة الخجل؟ الناس دي ما بتتكسبش. ده غير الاتوبيس اللي اتعرضوا له السنه اللي فاتت لجماهير الاهلي وحدفوه بالطوب وكسروا الازاز بتاعه وحاجات تانية كتير قوي. الراجل ده وصلوا من التعصب ان الكافيهات اللي عندهم بتعلق بانرات بتتمنى فيها فوز الوداد على الاهلي في نهائي افريقيا. ومش بس كده، دول كمان هيدفعوا من جيبهم ويعملوا حفله ويوزعوا كمان مشروبات وحلويات مجانا. انت متخيل فريقك بيصارع على الهبوط في الدوري والفريق ده بيعاني من ازمه ماليه طاحنه، جماهيره عايزين يعملوا حفلات ويوزعوا مشروبات وحلويات مجانا عشان بس الاهلي يخسر في بطوله اساسا فريقه مش عارف يشارك فيها، مش يوصل للنهائي. كمل. مشكله الناس دي يا جماعه ان هم بيكرهوا الاهلي اكتر ما بيحبوا انديتهم. يعني لو فكروا يساعدوا ناديهم بالفلوس دي بدل ما يصرفوها في كره الاهلي مش كان احسن؟ انما لا، اهم حاجه عندهم في الدنيا دي ان الاهلي يخسر، مش مشكله فريقهم اساسا. وترجع بقى لاصل الحوار هتلاقي الاهلي ما عملش حاجه اساسا ولا الاسماعيليه ولا الاسماعيلي. يعني الاهلي مثلا ساعدهم بعد النكسه مش زي ما بيروجوا دعاة الفتنه. وحتى لما الاهلي خد لعيبه الاسماعيلي ما خدهاش منهم ولا حتى خدها كباري زي ما بيقولوا، حتى اللي خدوه دايركت منهم دفعوا فلوس وساعدوا النادي الاسماعيلي. يعني بعد ما لعيبه الاسماعيلي راحوا الاهلي في بدايه الالفيه دي فضل الاسماعيلي برضه محافظ على قوته وفضل ينافس بقوه في الدوري، وكان في بعض المواسم بعد كده كان بينافس على لقب الدوري نفسه وكان قريب منه كمان. الاسماعيلي ما تراجعش بالشكل ده الا لما انديه تانية هي اللي فضته بجد، زي ابن عمه وابن خالته التاني الاهرام، وكل اللي كانوا بيدوه له هو شويه كلام في الاعلام. احنا مع الاسماعيلي وبنسانده، احنا هنعمل برنامج في القناه عندنا ونتكلم عن مشاكل الاسماعيلي، ده غير الاساس بقى وان هم في قنواتهم دي يهاجموا الاهلي زي ما كان بيعمل غندره مثلا. مش عارف لغايه دلوقتي الزمالك هيلعب في الاسماعيليه عادي، هيلعب في الاسماعيليه عادي، لكن الاهلي مش هيلعب في الاسماعيليه، وده اللي احنا بنقوله من فكره مبدا تكافؤ الفرص. مبدا تكافؤ الفرص، يعني النادي الاهلي رغم الضغوط الرهيبه اللي كانت موجوده في السودان راح لعب في السودان وتعرض لاشياء احنا ما نحبهاش للنادي الاهلي ولا نحبها للهلال السوداني. انت نموذج حقير، انت ما عندكش اي ضمير. يعني بيقول لك الاهلي اتعرض في السودان لحاجات سيئه من الجمهور وبيقول لك في نفس الوقت هو الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه؟ انت بتتعاطى حاجه يالا؟ انا ما شفتش بجاحه كده، ده حتى اللي حصل في السودان انتوا ليكوا جزء كبير فيه. يعني مثلا السوشيال ميديا بتاعت الهلال السوداني ولا حتى الوداد كانوا بيقولوا ان الاهلي التحكيم بيجامله، وتخيل بقى كانوا بيستشهدوا بايه؟ والله كانوا بيستشهدوا بفيديو فاروق جعفر اللي كان بيقول فيه عايز ضربه جزاء ولا ترد لك لاعب. يعني انا اللي بتحاسب على بلاويك انت. وزيد بقى على كده الكلام بتاع الاعلام الاسود على عينه غندره وباقي الشله السوداء في الاعلام المحايد، وكل يوم بقى عن التحكيم ومجاملات التحكيم واتحاد الكره اللي بيجامل الاهلي والرابطه اللي بتجامل الاهلي والكاف اللي بيجامل الاهلي، ومؤخرا الجهبذ مهتز الدجال اللي قال لك الفيفا بتجامل الاهلي. سيبك منه، ما تعملش عقلك بعقله، ده عبيط يا جماعه. ده من كتر ما ده اعلام مريض ومش عارف يحبك الهبل بتاعه ده، لانه بكل بساطه وبالمنطق بنرد عليه، هم نفسهم وفي فقراتهم بيقولوا الكلام وعكسه. يعني مثلا احمد جمال بيقول لك في حلقه كده نتمنى، انا دي امنيه شخصيه، اشوف ماتش الاسماعيلي والاهلي في استاد اسماعيليه، دي امنيه من امنياتي. وبعد ما يدخل بقى في الحلقه ويتكلم وتيجي مثلا تقول له يعني الاهلي طب في ايده حاجه؟ يعني الاهلي مثلا هو اللي المفروض يروح للامن ويقول له احنا عايزين نلعب في اسماعيليه؟ يقول لك بقى هو الكلام ده. حاج عامر انا سالته السؤال ده والله يا استاذ علاء، قلت له هو النادي هو اللي بيجيب الموافقه من مديريه الامن ولا رابطه الانديه؟ اكد على ان النادي المستضيف للمباراه صاحب الملعب هو من يقوم بهذا الاجراء، وده رئيس لجنه المسابقات. اهو يعني المفروض الاسماعيلي هو اللي يشوف الموضوع ده مع الامن مش النادي الاهلي. يعني ولا قصه اتحاد كوره ولا رابطه هم اللي بيجاملوا الاهلي، القصه امنيه بحته والاسماعيلي لوحده هو اللي يقدر يحلها مع الامن لو عرف. رغم كل ده بقى وان الاعلاميين كلهم عارفين الكلام ده وبرضه يقول لك الاهلي ليه ما بيلعبش في اسماعيليه؟ كلهم كانوا مستنيين بس جمهور الاسماعيلي يرفع بس يافطه مكتوب عليها الفارس الكذاب عشان يقولوا الاهلي ما ينفعش يلعب في اسماعيليه. والله انتوا عالم واطيه